ديالو كان الوالد ديالو يتمنى ان يكون عبد الوهاب الدكالي عالما، وبينما هو كان كيقرا في الليسي مولاي ادريس، وكان كيجلس في طاوله وحده هو فتح الله المغاري رحمه الله الجميع. هو ان سي عبد الوهاب الدكالي رحمه الله عليه كان فقيها وحامل لكتاب الله وحافظ سي الحزب. استاذي قدم لي راسك وتفضل. عبد الوهاب الدكالي على رحمه الله ويوسع عليه الدنيا والاخره. عبد الوهاب الدكالي الاب ديالو قرني في المسجد في فاس، والرجل في المسجد رجل بركه، واحد النورانيه كانت عليه، وكان امام ديال المسجد. والاخ ديالو حتى هو قراني في مدرسه في ابتدائي، وقلنا الا تشوفوا المحافظه وعبد الوهاب الدكالي شوف فنان قبل ما يكون فنان، قلنا علمته كتاب الله، حامل كتاب الله 60 حزب تبارك الله. وهذا الشيء خصو يعرفون. القليل يمكن الاولاد ديالو ما عارفينش ديالو، او العائله ديالو ما عارفاش بان القليل هذا السر تكتشف هذا السر ديال حصري لاول مره لان باش تشوف واحد الفنان، واحد الهرم، وتكون حافظ كتاب الله، هذا راه شيء معجزه، شيء جميل. اصلا تديو على الاعمال ديالنا. الوالد ديالو كان يتمنى ان يكون عالما، الوالد ديالو كان يتمنى ان يكون عالما، وهو كان كيقرا مع فتح الله المقاري، كيجلسوا في طابله واحده في ليسي مولاي ادريس، وكان داير البويت في السطح. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم اللقاء. ايها الافاضل، قضيه حفظ القران جميل، ما اسعد من يوفقه الله تبارك وتعالى فيحفظ كتاب الله. وهذه ميزة سمعناها عن الفنان عبد الوهاب الدكالي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يغفر لنا أجمعين، آمين يا رب العالمين. حفظ القرآن أيها الأفاضل جميل رائع، وأهل القرآن على خير كبير. لماذا؟ لأن القرآن بركة رحمة. في كل ما جاء في القرآن الكريم والسنة أن هناك أمر عظيم للقرآن الكريم. من يقرأ القرآن، من يحفظ القرآن، من يتدبر القرآن، من يتعبد بالقرآن، من يتلو القرآن، كل ذلك عظيم جدا، هنيئا لأهل القرآن. لكن هناك أمر ينبغي أن يفهمه الناس. لماذا أيها الأفاضل؟ لأن جميعا علينا أن نكون على الحق ونفهم الحقيقة، لأن الإنسان إذا فهم الحقيقة استراح وكان متبصرا متنورا. ما إذا غابت الحقيقة يكون الإنسان لا يدري، وهناك تكون مشكلة. ليس كل حافظ للقرآن أو حامل للقرآن على خير وعلى سلامة وأمره إلى الغفران وإلى وإلى وإلى. لا، القرآن يتعلق بالعمل أيها الأفاضل. القرآن هو مرتبط بالعمل، من حفظه وعمل به هذا هو الذي فيه النصوص الطيبة التي سمعتم أنه من أهل الخير ومن أهل الله ومن أهل الصلاح ومن أهل الفضل ومن كل ذلك فيه، أي الذي قرأ القرآن وعمل به فهو إن شاء الله من أهل الجنة، الحمد لله. أما الذي حفظ القرآن ولم يعمل به وخالف ما فيه، لا، وإن حمل القرآن وإن كان من أهل القرآن. حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال هذا ليس من أهل القرآن، لأن القرآن حجة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وتخلقت بأخلاقه وعملت بما جاء به فهذا حجة لك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولكن الذي لا يعمل بالقرآن ولا يقيم حدوده ولا يحلل ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه هذا حجة عليه. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من اتبعه وطبق حدوده قاده إلى الجنة، ومن خالفه وأعرض عنه زج في قفاه
إلى النار. هذا هو القرآن الكريم، إما وإما، لا إله إلا الله. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وميمون ابن مهران قال: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كيف أن الإنسان يأكل الربا وهو يقرأ آية الربا في القرآن، والقرآن يلعن هؤلاء. الإنسان ظالم وهو يقرأ القرآن، إنسان كذا، إنسان عنده مخالفات وهو يقرأ القرآن أو حامل للقرآن. القرآن أيها الأفاضل حتى نعلم ليس كل من حمل القرآن وكان عنده القرآن وحفظ القرآن وكذا أنه على خير، لا، الذي على خير هو الذي يعمل بالقرآن. نعم، وإلا نجد كثير من السحرة خلاص، كثير من السحرة يحفظون القرآن ولكن يشتغلون بالسحر، بل يذبحون الأطفال من أجل استخراج الكنوز، وهم حفاظ للقرآن يقرؤون القرآن على الأطفال ويذبحونهم ويقدمونهم قربانا إلى هذا الشرك والعياذ بالله، قتل الروح وشرك. هذه المصيبة هذه، يذبحون الأطفال ويقدمونهم قربانا إلى الجن من أجل استخراج الكنز، وهذا موجود عندنا حتى في البلاد في ناحية الجنوب وكثير من البلدان أن هؤلاء يشتغلون بهذا العمل والعياذ بالله. ولكن الحمد لله مؤخرا بفضل الله تبارك وتعالى الأمور بدأت تقل، نسأل الله ألا تكون. كذلك بعض اليهود والنصارى يحفظون القرآن، نعم، عن ظهر قلب. كان إمام عندنا في مدينتي قبل حوالي 70 سنة 80 سنة، كان في مدينتي كان يحفظ المسلمين القرآن ويصلي بهم. لما انتقل وذهب إلى تل أبيب وغير ذلك كتب لوحة وقال لهم: أنا يهودي كنت أدرسكم القرآن وأصلي بكم فإني يهودي وكذا وكذا، وانتقل وذهب. إذن العبرة أيها الأفاضل ليست بحفظ القرآن وإنما بالعمل بالقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الفائدة وصلت لكم وأن ينفعكم الله بها وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم رحيم ودود غفور حليم. ولا تغفلوا أيها الأفاضل تجارتنا الصلاة والتسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة.